سلام البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نعاود لكم قصتي مع هاد الحريرة. خرجت اليوم انا والزوج، بغيت نخرج، حسيت بالقنطة وقلت له يلا نخرجوا، قال لك الريح، قلت له يلا نخرجوا كوميم. حنا راه ما كيعرفوا لا ريح لا شتا، كيبغيو يخرجوا يخرجوا. ايوا خرجنا وضرب فينا شي ريح مجهاد. فاش رجعت للدار قلت هذا الريح هذا وهذا البرد اللي حسينا به ما غيصاوبوا غير حريرة. صافي وبديت ندير انا الحريرة اللي غادي نتقاسمها معاكم، وانا عارفة بلي كل واحد كيعرف يدير الحريرة بطريقته وكتجي لذيذة. انا الحريرة ديالي كما كتشوفوا هنايا في الكوكوت، درت واحد المعلقة نتاع السمن الحار، ضفت عليها واحد طريف الكفتة اللي كنت غادي نديرو حاجة اخرى صدق في الحريرة. شحرته مزيان مزيان، شحرتها مزيان حتى تفتت ديك الكفتة وشبعت تشحار. وهنا عندي واحد 3 د المطيشات، واحد البصلة موسطة اللي طحنتها بالبرا ميكسر وضفتها على ديك الكفتة المشحرة. بهاد الطريقة هادي انا يعني كندير واحد الطريقة ساهلة، طحن وحط. هنا عندي عاود واحد طبسي قيمة زلافة نتاع الكرافس، حتى هو طحنته مزيان وضفته في الطنجرة. واحد شوية د الحمص اللي كيعطي البنة ضروري، واحد شوية نتاع واحد قياس 2 معالق 3 د العدس اللي غسلته كذلك وضفتها حتى هي في الحريرة في الكوكوت. صافي وغادي نبدا ندير العطرية، كنديرها كنوجدها بواحد الطريقة سهلة مهلة. عندي هنا بزار، سكينجبير، وهذا الخرقوم اللي هو العود الصفر، الملحة، وكنزيد راس الحانوت اللي كيعطيها واحد المذاق رائع. صافي ها هي واجدة عندي الحريرة، خلطتها وسديت عليها واحد 20 دقيقة على النار. فاش فتحتها هكا كلشي راه طايب. صافي درت فيها التدويرة، دورت معاها بالتدويرة الطحين. هنا عندي طحين الشعير كنشريه هكذا، يعني مازال بقشرته، غربلته ودرته في داك الكاس وضفت عليه لاصوص طوماط، يعني معجون الطماطم، طحنته مزيان خلطته وزدته في الحريرة. هذه التدويرة اللي هدرت لكم عليها. وهنا عندي المعدنوس كذلك، حتى هو القزبر ما حاضرش، والقزبر هو اللي كيعطي المذاق اكثر غير المعدنوس اللي حاضر هذا النهار. صافي حركتها وخليتها طيب هكا على مهلها، كتجي لذيذة كيف ما درتي الحريرة، كتجي لذيذة، وخاصة اللي يخرج يضرب فيه البرد بحالي هذا النهار. المعدنوس اللي شديته كنخلي انا القزبر والمعدنوس في الاخر. اليوم وجد ليا غير المعدنوس، حتى هو طحنته بالبرا ميكسر وضفته، حتى هو كيعطي داك المذاق في الاخر، كيكون مجهد. كنخليه دائما للاخر باش كتكون ديك النسمه ديالو عاطيه. يا ريت لو كان القزبر حاضر حتى هو. عاودت لها بزاف لان ما من محبين ديك البنه القزبر في الحريره. واحد 2 معالق هكا د الشعريه الزفه ما كتذوبش، كتجي لذيذه، كتجي مزيانه في الحريره. وخليتها تبخت حتى تبخت تقريبا وجدت، وضفت لها واحد نص معلقه صغيره د السمن. انا هذا اختياري، انا كيعجبني البنه د السمن كتكون حتى هي في الاخر. وحريرتي وجدات، تجي لذيذه من بعد داك الريح اللي ضرب فينا. هنا كاين الريح كيكون مره وكاين بلا ما يهز الغبره ويعمي عباد الله. الناس كيخرجوا واخا في الريح واخا في الشتا واخا هنايا حتى حاجه ما كتشدهم، وبالصحه والراحه هكا مع تميرات الا كانوا واجدين. الى فيديو اخر ان شاء الله.